السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي تعادل مع شباب بلوزداد في مباراة بعيد عن كرة القدم خالص يعني الأهلي قبل التوقف الدولي حاجة وبعد التوقف الدولي حاجة تانية خالص مباراة أجمل ما فيها إنها انتهت بجد مباراة لا كان فيها جمل تكتيكية من الأهلي ولا الأهلي لعب أصلا بجنيه النهاردة. ده غير أصلا نجم المباراة هو مصطفى شوبير اللي صد النهاردة كور كتير. يعني صد بتاع تلات أربع كور، كان ممكن بقى واحدة فيهم تيجي جون وتنهي المباراة لبلوزداد. والمباراة كلها من ناحية شباب بلوزداد الأهلي راح يقول طول المباراة بتلات أربع هجمات. وغير كده أصلا الأهلي طول المباراة حتى لما بيطلع بالهجمات بتاعته بيبقى فيه بطء في التحضير، وبتقعد تحضر بتاع ساعة بحيث برضو انت كمان الكورة بتتقطع منك وبيعملوا عليك خطورة. برضو انت عندك النهاردة ياسر إبراهيم برضو من رجالة المباراة، شتت كذا كورة وطلع كذا كورة هو عبد المنعم. آه، يعني وغير كده اصلا كولر كمان كان بيكمل علينا النهارده من حيث التغييرات بتاعته. تغييرات منزله في الدقيقه حاجه و70. انت عندك موديست اصلا طول المباراه يا اسطى نايم، وغير كده لا جات له عرضيات. برضو مش بلومه بس في حاجه برضو لا علي معلول اداله عرضيات كتير ولا محمد هاني اصلا رفع عرضيه عدله صباح الفل. انت كنت المفروض تطلعه من بدري وتنزل كهربا وتعدل اللعيبه بتاعتك وتنزل رضا سليم من بدري عن كده. الواد لما نزل بيعدي وبيزود بيدي لقدام على طول وبيلعب السهل وبيروح ناحية الجون كتير. التغييرات لو كانت بدري في منها حلو، كان برضو في منها في نفس الوقت تغييرات اللي هي عادية انت كان في تغييرات المفروض اصلا بتنزل التبديلات بتاعتك دي بدري عن كده. لان رضا سليم كان المفروض ياخد وقت اكتر من كده انت كنت مثلا لو نزلته من الدقيقة قول 65 ولا 66 كان أدى عن كده. انت منزله في الدقيقة 76 برضه مباراة مسؤول عنها كولر. وبرضه يعني صعبة المأمورية. انت كنت كسبت النهاردة كنت خلاص ضمنت انك صعدت بنسبة 99%. هتبقى عايز نقطة واحدة بس، انما دلوقتي انت المباراتين الجايين محتاج الفوز فيهم فلازم بقى الأداء يتعدل الفترة الجاية، خصوصا عندك المباراة الجاية مديامة بره أرضك، فلازم المباراة دي تكسبها. ويا ريت اللعيبة تحس على دمها وتلعب كورة بجنيه. النهاردة مباراة تحس فريق غير الأهلي هو اللي بيلعب بره أرضه. دفاع غريب كده، إنك بتفضل مدافع وبتستنى إنك تكون أنت رد الفعل، وتحفظ زيادة عن اللزوم، وأداء وتحركات غريبة كده من اللعيبة. وفي برضو اللي هي الريتم يبقى سريع عن كده بدل ما تقعد تحضر وتقعد ترجع الكرة ورا وتقعد ساعة لما تعمل هجمة أصلا. فنتمنى كولر يحسن السلبيات اللي عنده، التغييرات تبقى بدري عن كده واللعيبة تفوق، لأن يعتبر خلاص آخر جولتين جايين محتاج فعلا تكسبهم. محتاج تكسبهم دون النظر بقى للفرق التانية. مش هنقعد احنا نحسب آلة حاسبة، هي مباراتين هتكسبهم أكنها نهائيات كؤوس بالنسبة لك. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي، ومباراة ونقفل صفحتها وبإذن الله نعالج السلبيات ويبقى الأداء المرة الجاية أحسن. السلام عليكم.